وهم خارجين، ومنهم اللي ما قدرش يكمل الاقامه بتاعته كامله ويضطر ان هو يهرب من الفندق ده. بدات ناس تقول ان كانوا بيسمعوا اصوات لطيور جارحه كل يوم في اوقات معينه، وبدات ناس تتكلم مع مدير الفندق ان هم في الحمام بيشوفوا ان ايد بتتمد من المرايه وبتحاول تمسكهم، لكن هم بيبعدوا عن المرايه، وفي ناس اغمى عليها، وفي ناس عرضت على دكاتره نفسيين بعد اقامتهم من الفندق. وقصه تانية الساعه 1 بالليل خرج واحد من النزلاء من الغرفه بتاعته وقعد يصرخ صريخ جامد جدا، وجري في اللوبي بتاع الفندق وبيقول ان في حاجه غريبه جدا في الاوضه عماله تهاجمه وعايزه تاذيه، لكن بسرعه جري معاه الموظفين بتوع الفندق وراحوا للاوضه وفتحوا الاوضه، لكن للاسف محدش لها اي حاجه. واليوم اللي بعديه على طول خرج واحد تاني وهو في حاله هستيريه وعمال يصرخ ويصوت ويقول الحقوني. لما قابلوه الموظفين قالوا له في ايه؟ قال لهم انا خرجت من الحمام ولقيت كل جدران الاوضه دم. بس الغريبه ان الراجل ده بقى فعلا ما كانش بيكذب، ان هدومه كانت ساعتها موجود عليها